فاكرين كده من فترة كنت منزل لكم فيديو على عربية كنافة وبطاطا في بنها، وصاحب العربية دي كان نفسه يفتح فرانشايز كبير جدا وان هو يبتدي سلسلة مطاعم. اهو الحمد لله اخد اول خطوة في الحلم ده وفتح اول محل ليه، والعربية دي هي كنافة ان بطاطا ميكس. وصاحب العربية دي هو واحد بصراحة من اكتر الناس اللي انا شايفهم طموحين في المجال ده، وهو مصطفى. ومع انه اصلا بيبيع باسعار قليلة، بس هو كان عامل في الافتتاح 25% خصم. يعني تتخيل الطبق عنده بيبدأ من 5 جنيه، عمل عليه 25% خصم. يعني لو انت فاكرين مثلا من الفيديو اللي فات، كان طبق البطاطا عنده بيبتدي من 5 جنيه، والكنافه النابلسيه الصغيره دي اللي هي تعتبر في باقي المحلات مثلا وسط بتبتدي من 10 جنيه. فالاسعار برضه ما كانتش كتيره قوي يعني عشان خاطر يعمل عليها 25% خط. المهم ان هو عمله، والمهم ان انا رحت له هناك في اول فرع هو يفتحه. وهو فين بقى؟ في بلتان. فين بلتان دي بقى؟ هو اللي انا اعرفه يعني، ما اعرفش صراحه اذا كان ده صح ولا لا، هي قسم جنب بنها تقريبا تلت ساعه من بنها كده. وللامانه انا ما اعرفش الصراحه اذا كان في حد بيتابعني من بلتان ولا لا، بس لو في حد بيتابعني او حد يعرف حد من بلتان يعمل له منشن او يعمل شير للفيديو ده، عشان حقيقي الراجل ده بيعمل حاجات حلوه جدا. عامه انا هسيب لكم العنوان وكل التفاصيل تحت. وزي ما قلت لكم اصلا قبل كده، انا ما بحبش ايام الافتتاحات دي عشان بتبقى زحمه وبيبقى في ناس كتير وبتاع. بس انا قلت ايه، الناس دي حبايبي كده كده، فقلت طب ما اخش اعمل لي كنافيه كده في السريع. وعملتها على مزاجي بقى، طبقه كنافه كده في الاول، وبعد كده احط بقى جبنه. لا، غرق جبنه، غرق جبنه كتير. وبعد كده اقفل بكنافه تاني واحط بقى طبقه السمنه كده من فوق. وبعد كده اسيبها بقى تستوي لغايه ما ايه، نقلبها. وعقبال ما تستوي نقلبها، تعالوا نعمل كمان طبق بطاطا. وكان في بقى طبق بطاطا كده من المره اللي فاتت، الصراحه كان مغريني قوي، وكنت عايز ازود عليه حاجه كده، فقلت تعالوا نزودها ونخليها في المنيو. لو انتوا فاكرين المره اللي فاتت، فكان في طبق بطاطا بالمانجا. وحقيقي الطبق ده هو كان حلو جدا، بس كان محتاج حاجه تكسر الاتنين مع بعض. فقلت هحط شوكولاته من النص واخلي مصطفى يعملها كده على طول، ما تبقاش بطاطا ومانجا دي خالص، يبقى بطاطا شوكولاته مانجا. ويا سلام، وهيهات وهيهات من هذا الجمال. انا مش عارف ايه وهيهات دي، بس تمام يعني. هي دايما كده بالنسبه لي في الحلويات، مانجا يبقى معاها شوكولاته، والبيس بقى اي حاجه، فطير، بطاطا، وافل، اي حاجه، بس المهم ان هي تبقى المانجا تحتها شوكولاته وتحتهم اي حاجه. وحقيقي كانت رائعه يعني. ده دلوقتي بالنسبه لي هناك هو البيست ايتم. المهم نرجع تاني بقى للكنافه. وانا هنا اعتبرتها بيض اومليت عشان خاطر اعرف اقلبها، ورحت ماسكها وركزت بقى، وهوب ما قلبتش. طب استنى نجرب تاني. الحمد لله، الحمد لله، الله اكبر عليا يا رجاله. وسبتها بقى تستوي الناحيه التانيه، وبص بقى على مصطفى والشباب، لقيتهم عاملين قلق كده في الشارع وموقفين الشارع كله، واخدين صينيه كنافه كبيره وقاعدين بقى بيعملوا شو حركات وشده الجبنه ويوزعوا على الناس. لا، كانوا عاملين قلق في بلتان يعني. المهم رحت راجع تاني على الكنافه، وكانت استوت. رحت قلبها في طبق بلاستيك، وبعد كده رشيت عليها شويه شربات بس مش كتير. عشان ايه بقى؟ هحط عليها من فوق نوتيلا، تبقى كنافه نابلسيه بالنوتيلا من فوق، وكمان رشه سوداني مطحون كده. وبعد كده تقطعها نص قطعه، وبعد كده شد بقى، شد بقى الجبنه من هنا لبكره. والله والله العظيم كانت رائعه رائعه. بص انا والله العظيم لو افتح بس كده عربيه هفنن. المهم بقى يا جماعه، ملخصا للفيديو ده، انا الصراحه شايف ان عربيه كنافه ان بطاطا ميكس ليها مستقبل كبير جدا، وبالاخص كمان ان صاحبها مصطفى واحد من اكتر الناس الطموحين اللي انا شفتهم في المجال ده، واللي فعلا عايز يعمل حاجه. وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات وفي الفيديو ده وهفضل اقولها، واحد عايز يعمل فرانشايز واسم كبير جدا للبراند بتاعه. فاتمنى ان انتوا تدعموه عشان هو فعلا يستاهل كل الدعم. شكرا جدا ليكم لو انتوا لسه بتتفرجوا لغايه دلوقتي. كان معكم اباظه من قناه لايف وزباظه. سلام.